في يوم 19/1/2024 بتحصل جريمة من أغرب وأصعب الجرائم اللي ممكن تسمع عنها. طيب أنا استغربت إن إزاي بنت تعمل في باباها كده. الجريمة دي حصلت في محافظة الدهقلية. راجل مصري بسيط اسمه أشرف كان عنده 48 سنة، وكان بيشتغل في تصليح الأجهزة الكهربائية بكل أنواعها، وكان متعود إن كل يوم بيروح الورشة بتاعته وبيرجع على المغرب، وكان ميعاد رجوعه من الشغل يتظبط عليه الساعة، يعني مش متعود يروح في أي حتة بعد ما بيخلص شغل. أشرف كان عايش مع أخواته وأبوه، بس انفصل عنهم وخد شقة بعيد وعاش فيها هو وبنته، وده عشان يربي بنته تربية كويسة ويعرف ياخد باله منها أكتر. وفي يوم أشرف اتأخر عن ميعاد رجوعه اللي إخواته متعودين عليه، فهم قلقوا عليه جدا وقرروا إن هم يدوروا عليه في كل حتة. وأول حاجة عملوها إنهم راحوا عند بيته عشان يسألوا عليه. في الوقت ده بنته منى كانت قاعدة مع بنت عمها من الصبح، بس اللي غريبة إن البنت مش باين عليها قلق ولا حاسه ان ابوها اتاخر ولا كأن في اي حاجه، وبتتصرف تصرفات غريبه جدا، ماسكه التليفون وبتصور نفسها وهي بتحط مكياج. منى قالت لاهلها ان ابوها بعد ما رجع جاله تليفون شغل تاني، بعد كده نزل ولسه مرجعش لحد دلوقتي، وبما انه اتاخر قوي فاستحاله كان حد يصدق ان هو لسه قاعد في الشغل لحد دلوقتي. يا ترى اشرف حصل له ايه؟ وهل رد فعل منى بنته ده طبيعي ولا لا؟ بعد 24 ساعه اهل اشرف بيروحوا عشان يعملوا محضر باختفائه، وقالوا في المحضر انهم متأكدين ان حصل له حاجة، زي ما قلنا عشان هو مش متعود يتأخر بره البيت، وكمان عشان حالة الفوضى اللي لقوها في الشقة لما راحوا عشان يدوروا عليه، وهنضيف عليها تصرفات بنته الغريبة والبرود اللي هي فيه. اخواته قالوا في المحضر ان اخوهم مالوش اي اعداء، وان هو شخص مسالم جدا والناس بتحبه. اشرف اتجوز من 16 سنة وما خلفش غير بنته منى، ومنى دي كانت بالنسبة له كل حاجة في الدنيا، خصوصا بعد ما امها توفت. منى امها توفت وهي عندها 13 سنه، ومن ساعتها اشرف مرضاش يتجوز تاني عشان ما يجيب لهاش مرات اب، والكلام ده قبل ما اهله يضغطوا عليه عشان يتجوز مره تانية. بس لما اتجوز ولقى ان في خلاف كبير ما بين مراته الجديده وبنته، قرر ان هو يطلقها. يعني كان بيشتري راحة بنته بأي سعر وبأي تمن، وقال إن هو مش عايز يتجوز تاني وهيكمل بقية حياته في تربية بنته أحسن. وفي يوم من الأيام واحد من أصدقاء أشرف المقربين جدا بيطلب إيد بنته لابنه الكبير، بس هنا منى كان عندها 15 سنة، فأشرف رفض جدا إن هو يجوزها وهي في سن صغير قوي كده، لأن هي لسه حتى ما عدتش السن القانوني. والموضوع ساعتها عمل مشكلة كبيرة ما بينه وبين صاحبه ده، عشان صاحبه عارف قد إيه أشرف مدلع بنته ومستحيل يرفض لها طلب، وإن هو مجهزها بجهاز كبير جدا. يعني من الآخر كان طمعان في الخير ده لابنه، لدرجة ان هو ما كانش قادر يتقبل فكرة رفضه للجواز، فراح صديق اشرف لابوه عشان يقنعه ان هو يحل الخلاف اللي بينهم. وفعلا والد اشرف بيتدخل وبيصالحهم، وبيتفقوا ان هما يعملوا خطوبة دلوقتي، وبعد 3 سنين هيتم الجواز. وفعلا خطوبة منى ومحمد تمت بنجاح، واتولد ما بينهم قصة حب كبيرة، والاتنين حبوا بعض وتعلقوا ببعض جدا، لدرجة ان هما ما كانوش قادرين يستنوا ال3 سنين دول للجواز. وصاحب اشرف رجع تاني يقنعه ويزن على دماغه ان هما يعجلوا بالجواز، وكمان كان متفق مع ابنه وخطيبته، وقعد يقنعه ان هو مش قادر يستنى ال3 سنين دول. لكن اشرف كان برضه لسه مصمم على موقفه، ورفض تماما برضه الطلب ده، رغم ان هما عمالين يتحايلوا عليه بطريقة غير طبيعية. ومش هما بس، ده بنت كل ما تشوفه كانت بتقعد تقنعه انه يوافق على تعجيل جوازهم. وفي الحقيقه ان اشرف كان خايف على بنته جدا، لان هي لسه صغيره وممكن تتعرض لمساءله لو اتجوزت في السن ده، وحتى بعدين لما تخلف هتقابل مشاكل كتير في الاوراق بتاعتها، وفي حاله الخلاف ما بينهم بنته حقها يضيع لانها لسه تحت السن القانوني. رجال الشرطه في الوقت ده كانوا بيدوروا على اشرف في كل حته يمكن يلاقوه. في الوقت ده مزارع بيبلغ انه لقى جسم غريب قريب من المزرعه بتاعته مرمي في الترعه، واما قرب من الجسم ده اتضح ليه ان هو جثة بشرية. الخبر انتشر في القرية كلها، واهل اشرف جريوا على المكان ده عشان يشوفوا جثة اخوهم ولا لا، بس الشرطة منعتهم ان هم يقربوا تماما من مكان الجثة. في اللحظة دي اخت اشرف بتلمح ملاية ملفوف فيها شافتها قبل كده، وبعد ما بعتوا الجثة للمعمل الجنائي بيأكدوا فعلا ان دي جثة اشرف. وده خلى الشرطة تستدعي عيلة أشرف من جديد، وساعتها المعمل الجنائي حدد سبب الوفاة، وقال إن أشرف مات بسبب ضربة قوية على دماغه، والضربة دي أدت لتهشم في الجمجمة. ومش بس كده، ده كمان مطعون كذا طعنة في جسمه، وكأن اللي قتله كان عايز يتأكد إنه مات خلاص. أخت أشرف ساعتها قالت إن الملاية اللي شافتها وهو ملفوف بيها ساعة لما لقيوه كان في زيها عنده في بيته واحدة تشبهها تماما. وكمان فتحت عين الشرطة على منى بنت أشرف، وقالت لهم إن البنت دي فيها حاجة غريبة.
فقررت الشرطة تستدعي منى وخطيبها محمد اللي شغال سواق توك توك واللي كان دايما متعود يوصل حماه كل يوم الشغل. وبعد الضغط عليهم محمد خاف واعترف بسرعة وقال لهم مفاجأة خلت كل الناس في صدمة. محمد قال ان هو قاعد يتكلم هو ومنى ومش عارفين يوصلوا لحل بسبب تعجيل جوازهم ده، فقال لها ايه رأيك نهرب ونتجوز ونعمل اللي احنا عايزينه. منى ساعتها قالت له لا، انا لو هربت معاك هبقى خسرت الشقه اللي ابويا كاتبها باسمي وهورثها بعد ما يموت، وهخسر كمان الفلوس اللي شايلها لي والاجهزه الكهربائيه اللي جهزني بيها، وانا بصراحه مش مستعده اخسر كل ده. قال لها طب ايه الحل؟ احنا مش هينفع نستنى وفي نفس الوقت ابوكي مش راضي بكل الطرق. قالت له احنا هنقول له اخر مره ولو مرضيش هنقتله. ما كانتش له الموتة دي ابدا، ما كانش له انه يتغدر به كده، ما كانش مربي حيه ان هي تموت. طبعا الناس كلها اتصدمت واتفاجئت ان فكره القتل اساسا طالعه من بنته. محمد بيحكي وبيقول انه في يوم عادي حماه كلمه وقال له ان هو نزل الشغل في ساعه معينه، وفعلا محمد جه لاشرف بالتوك توك بتاعه وبعد ما ركب معاه خده في مكان وراح ضربه على دماغه. في الوقت ده منى بتيجي. محمد لما ضرب اشرف ما كانش متاكد قوي انه مات، فقرر ان هو هيطلع السكينه وضربه في بطنه وفي صدره، وكانت المفاجأة إن منى تاخد منه السكينة وتضربه بيها في نص صدره. محمد قال ساعتها إن هي كانت في منتهى السعادة إنها كانت بتعمل كده، وبعدها جابوا الملاية وربطوا الحبل ورموه في المكان ده ومشيوا. منى بعد ما رجعت على البيت عاشت حياتها عادي ولا كأن في حاجة. كلمت بنت عمها تيجي تقعد معاها وقعدوا يهزروا مع بعض، وقعدت تحط ميك اب وتتصور فيديوهات على التيك توك. وهنا بعد ما الشرطة بتتأكد من كلامهم وكل الأدلة بيتم القبض على منى وخطيبها محمد، ولحد دلوقتي لسه المحاكمة بتاعتهم ما صدرتش ولا اتحكم عليهم في تهمة القتل العمد. وكالعادة مستنية رأيكم في التعليقات، واستنوني فيديو جديد وقصة جديدة. خلوهم شكوا في الموضوع لما خدوا الملاية وراحوا هناك المركز. اخته كانت في المركز، لما شافت الملاية قالت لهم ديت الملاية دي بتاعت اخويا. جم هنا يدوروا لقوا نفس الملاية اختها بالظبط هنا في قلب الدولاب. طيب انا استغربت ان ازاي بنت تعمل في باباها كده. ما كانتش له الموتة دي ابدا، ما كانش له انه يتغدر به كده، ما كانش مربي حيه ان هي تموت، ما كانش اني افعى ان هي تبخ سمها كده وتقتله.